السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا يا أبطال، صباحكم كل بطولات وبطولات وبطولات يا أبطال. بداية كده إن شاء الله الفيديو النهاردة استكمالا لأحداث اللي حصلت في مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني والاستعداد لمباراة صن داونز الجنوب أفريقي. إن شاء الله الفريق سافر امبارح لبريتوريا عشان يلعب إن شاء الله مباراة العودة. حلقة النهاردة بعنوان بسيط زي ما حضرتك قريته كده على الصورة المصغرة: فخ مجاني للأهلي واحذروا من الفار. فخ مجاني للأهلي ازاي؟ الفخ تغيير ميعاد المباراة، لأن المباراة كان محدد لها الساعة 7 مساء، لأن البطولة أصلا بطولة ترويجية زي ما قالت الشركة الإيطالية الراعية إن البطولة دي هتكون ترويجية للناس عشان تزيد المشاهدة، والعكس يجي يتم تعيين وقت المباراة للساعة 3 ظهرا أو 3 عصرا مع حشد جماهيري مجاني. صن داونز يفتح بوابات الاستاد للجمهور مجانا، هيكون هناك ما يعادل أو حوالي 60,000 متفرج مجانا ضد مشاهدة مباراة النادي الأهلي ضد صن داونز. والأهلي يقع في الفخ لأن الأهلي يعني علامة استفهام غريبة. الأهلي سأل ليه الميعاد، الشركة الإيطالية قالت له إحنا أصحاب المواعيد فمالكش إنك تعترض على الميعاد، إحنا اللي بنحدد ميعاد المباريات بالشكل اللي إحنا تراءى لنا إن ده يكون فيه وقت زيادة في المشاهدة ووقت تسويق للبطولة. طبعا 3 عصرا دي ومشاهدة مجانية طبعا هيلموا ناس كتير هناك، لأن هم عارفين إن الأجواء دي ضد النادي الأهلي، فهم كده بيهيئوا الظروف عشان يخاطر الأهلي يقع في فخ الذهاب هناك ويلعب ومع حشد جمهور مع وقت لعب في وقت ممل ومتعب وقت العصاري ده. طبعا الاهلي ما بيحبش الميعاد ده، فالاهلي يلعب هناك بهذا التوقيت. وفي المقابل عشان يراضوا جمهور الاهلي او الاهلي يسكت قالوا هنعدل لكم ميعادكم، بدل ما هي الساعه 4 عصرا هنخليها 8 مساء، يعني نرحل 4 ساعات عشان خاطر تلعبوا انتوا في الميعاد اللي انتوا بتحبوه، عشان خاطر يراضوا النادي الاهلي والنادي الاهلي لا يعترض. طبعا ده يعني ظلم فج يعني. احذروا من الفار. جايبين طاقم تحكيم غير معروف، والحكم بتاعه لم يحكم مباراة لا المنتخب مصر ولا اي نادي مصري من قبل، فمدرب حكم مجهول الهوية نوعا ما، بخلاف ان هو بقاله 3 سنين بس. فيعني انا شايف من وجهة نظري المتواضعة ان هو غير كفء انه يدير مباراة من مباريات القمة الافريقية زي الاهلي صن داونز، اهلي ووداد، اهلي وزمالك، الاسامي الكبيرة دي ما ينفعش. يعني كان مثلا جابوا غربال، جابوا حد ايه نوعا ما كده معروف انه ليه شخصيه وله كاريزما في التحكيم. على العكس بقى حكم الفار السيده ماريا دي اللي كانت فار في مباراه الاهلي واتحاد العاصمه اللي تسببت في ضياع هدف لكهربا وضربه جزاء صحيحه لكهربا او ضربتين جزاء لمرتضى سليم وكهربا. يعني الست دي او ماريا دي الحكمه دي كان ليها مردود سيء جدا مع النادي الاهلي في مباراه اتحاد العاصمه، وبالتالي هتكون معانا برضو في ماتش سان داونز في الذهاب. بخلاف طبعا عارفين ان موتسيبي رئيس الاتحاد الافريقي ابنه هو رئيس نادي سان داونز مكان والده، لان هو كان والده كان هو رئيس النادي فساب النادي لابنه ومسك هو الاتحاد الافريقي. ف مش عايزين نتكلم يعني الواد وابوه يعني. نرجع ونقول عشان برضو لا نطيل عليكم القول، الاهلي بيواجه مشاكل في الذهاب، ولكن في يعني بدالة امل زي ما بيقول. بيقول هناك في طرد لافضل مدافع في الفريق و7 اصابات متباينه في الفريق. طبعا هل كذبه، هل بينيمونا زي ما كان موسيماني بيعمل، هل هي حقيقه؟ ده كله هيبان على ارض الواقع. يعني احنا كده معاهم في اي حاجه، احنا مش هنروح نقول لا مش جايين عشان اللعيبه اللي كانوا بيقولوا عيانين جم يعني. لا خالص، الحمد لله الاهلي قادر انه يلعب في كل الاجواء ومع كل الانديه في مختلف اماكن العالم يعني. امام عاشور بعد ما عملوا اشعه رنين تاني على رجله ظهر ان في رشح على الكاحل، يعني امام مش هيقدر يسافر، هيكمل تاهيلي هنا عشان ان شاء الله يلعب ماتش العوده. واحمد عبد القادر عشان كان عمل بوست على السوشيال ميديا فحصل شد عليه من كابتن خالد بيبو وكولر، يعني نوعا ما مخرجه من حساباته الفنيه. طبعا مع طبعا نيدفيد هيلعب ان شاء الله وخدوه في القائمه الرئيسيه، وان شاء الله
يعني في امل ان ندفيد يشارك، وع انه راجع من اصابه وربنا يسترها يقدر يعمل حاجه لو نزل بديل او حاجه. بس انا اتوقع ان الاهلي، او يعني وجهه نظري متواضعه، الاهلي المفروض يلعب 4-2-3-1، يتقل مروان وديانج ورا وقدامهم مثلا، او يخلي كوكا ورا مثلا، خلي كوكا مثلا ومروان وامام قدامهم ديانج، يتقلوا خط النص عشان يقفلوا مساحات على صن داونز. هم بيحبوا يلعبوا مساحات ضيقه وبيفرضوا وبيلعبوا كويس يعني. هيكون معلول ان شاء الله وهاني وراهم انا افضل يعني اتمنى ان ياسر ابراهيم مع عبد المنعم هم اللي يبتدوا، هم افضل شويه. ان يعني ايه، نقول ان رامي ربيعه اتهز شويه كده في الماتشين اللي فاتوا بتوع سيمبا، وفي اهداف كانت بتعدي وكور كده كانت يعني ما كانش فيها بيبقى ايه اكتف، يعني ما كانش بياخد الخطوه الايجابيه في الميعاد دوت، يعني في الوقت التحديدي للخطوه دي ما كانش بياخد الخطوه المناسبه في التوقيت المناسب. يعني كان في حاجات كده بتفرق معاه في ثواني، وطبعا المدافع في الثانيه بتفرق. يعني المهاجم لو فايق بيخلص معاه. طبعا مهاجمين صن داونز اكيد يعني جاهزين وفاهمين، غير بتوع سيمبا كانوا على الله حكايتهم يعني، ومع ذلك جابوا فينا 3 اهداف في ماتشين يعني. ده احنا الدوري السنه اللي فاتت خدنا 7 اهداف في الدوري كله. السنه دي في 3 ماتشات خدنا 4 اهداف، 1 اسماعيلي 3 سيمبا. يرجع مرجوعنا تاني لموضوعنا. ان شاء الله الاهلي سافر بالقائمه بتاعته، ان شاء الله ندفد احتياطي بديلا لامام، وان شاء الله يقدر يعمل حاجه. بس انا يعني ليا وجهه نظر متواضعه جدا في موضوع كولر تاخير التغييرات الماتش اللي فات كانت علامه استفهام كبيره جدا. عندك امام وعندك رضا سليم، وانا كنت موجود في الاستاد، اتشرفت ان انا كنت موجود في الماتش ده، والحمد لله روحنا يعني بعد صعود. يعني الناس بتسخن من الدقيقه 70 ولا حاجه كده، نزل رضا سليم حسين احيانا نزله كان تاو تحس ان هو كان برده كان مهيس شويه، يعني كان برده مصمم يرقص على اليمين ويحطها، يرقص على اليمين ويحطها. ما انت اشوف ضم على جوه الملعب وحطها يا ار2 يا حاجه عرضيه لاي حد جاي من بره يقابل حاجه كده. لكن انت بتلم على خط، ما الخط ده اصلا هيضيعك، يعني الخط زيه زي لاعب ضدك. يعني انت بتلم اللعيب على الشمال بتاخد الكره على يمينك وانت اصلا اشول، فانت تاخد على عكس رجلك وعايز تلعبها باليمين، طبعا مش هتيجي يعني بالعقل كده مش هتيجي. يا اما تلعب على شمالك تلعب الار2 من بعيد زي ما عملها في ماتش المصري في هدفين، يا اما ينزل لعيب بقى يلعب يقفل اليمين دي خلاص، يكون هو ايمن يلف الكوره اوفر او حاجه يعكس. يعني انا مش محلل فني يعني انا بقول وجهه نظري متواضعه في اللي انا شفته في الاستاد. يعني انا كنت موجود من الاستاد من الساعه 1:30، كان في حاجات كده بتحصل في الماتش غريبه. يعني مروان قطع كام كوره وغلط فيهم، ودي طبعا مش صحيحه. ماتشات زي دي تبقى عايز الماتش ياخد بكوره. يعني الجول الاولاني لينا في سيمبا كوره اتقطعت، لعب الكهرباء راح حاططها رضا سليم، حطها خلصت. ماتش العوده برده كمثل، ممكن كوره ليك في ماتش زي ده مهم، كوره كهرباء العالم معلومه عملها وطلعت كهرباء كان حطها جنب العارضه كنا طلعنا بالبطوله والحمد لله. خلاص بخ كده. احنا مطالبين ان احنا نلعب كوره، نلعب بطريقه ايجابيه اكتر على الجول. يعني احنا رحنا على الجول كتير جدا في ماتش سيمبا الاولاني، 6-7 تجوان غير الكوره بتاع رضا سليم، غير جون كهرباء. يعني لو الكوره مشيت معانا كنا حطينا 6-7 تجوان. وماتش العوده رامي ربيعه واسمه ايه دوت وتاو وكهرباء وحسين الشحات، في حاجات غريبه كانت بتحصل في الماتش والله. فكل اللي نقدر نقوله ربنا يعني ييسر الامور، ويجي واحد زي صلاح محسن بقى لو هو مثلا رايح هيلعب يعمل بجنيه. يعني الراجل ده انا شخصيا كاحمد انا مش مقتنع بيه. انا في رايي كان بدل موديست وصلاح محسن الاثنين ما لهمش اي حاجه، مع ان انا عارف ان موديست طبعا لعيب كويس بس كان تاريخ. يعني انت هتجيب النهارده الظاهره رونالدو حطه في الملعب كان بيشيب اوروبا كلها وكل مدافعين، النهارده مش هيلعب بجنيه. خلاص الراجل كبر في السن وخلاص البدني بتاعه ونزل خلاص. فهي دي الفكره، انت تجيب اللعيب اللي يقدر يديك. يعني كريستيانو كبير في السن بس اوريدي الراجل ما شاء الله عليه يلعب 2-3 قدام، انا اشهد له بهذا الامر. فما تجيبش واحد بقى كبر، يعني واحد زي موديست. يعني في حلقه اللي هعملها الحلقه الجايه ان شاء الله، الاهلي في قنبله موقوته. لا وفي الاهلي قنبله موقوته، ده موضوع الفيديو الجاي ان شاء الله. تابعونا يعني ان شاء الله. يعني لو حضرتك مش مشترك في قناتنا ابطال وبطولات اشترك وفعل زر الجرس، وان شاء الله هتجد كل جديد عندنا، وان شاء الله تلاقي اللي يليق بيك. هنقول وجهه نظرنا في الاحداث للاهلي
الابطال وبطولات الاهلي وبطولاته، الاهلي وبطولاته والانديه المختلفه يعني اللي حواليه. يعني احنا قناه بنتكلم بحياديه، حياديه بدون اهانه لاي حد وبنقول وجهه نظرنا. ومن هنا انا بعمل دعوه ان شاء الله، دعوه هقولها في شورت كده جاي. الاهلي والزمالك يلعبوا ماتش ودي ويكون يعني مرجوع التذاكر والاعلانات وكذا وكذا، كل الحاجات دي تطلع لفلسطين في اخواننا، وكل دعواتنا لاهالينا في فلسطين واخواننا ربنا ينصرهم ويعني يحفظهم ويبارك في عمرهم. نكمل موضوعنا. احنا يعني مش عايز اطول عليكم في الفيديو، ولكن وجهه نظر متواضعه ان واحد زي صلاح محسن لو هيلعب في ماتش زي ده، احنا محتاجين سرعات. يعني الماتش اللي فات تاو لعب فردي وخد الكوره وحطها جون، وشيف قطع الكوره وحطها جون، ده في ماتش 5-2. طبعا الماتش ده نيسان داوز يعني ايه، مش عايز اقول كعبها عالي علينا، قدرت تعمل معانا في الكام سنه الاخيره دول نتائج تهز الفريق. احنا كنا غالبين قبل كده 3 و4 ارقام برضو ايام مانويل جوزيه وحاجات زي كده. يعني احنا عايزين نقفل مساحه، 4 ورا ثابتين، 2 بيقفلوا ويلموا الكوره، واحد قدامهم زي ديانج كده يكسر الهجمات، عندك 2 زي تاو مثلا ورضا سليم ياخدوا مرتدات سريعه، واحد زي كهربا يخلص الكوره اللي تروح، او صلاح يعني برضه لو جات له كوره يمكن ربنا يفرجها عليه ويعمل حاجه مفيده. بس انا مش عايز اطول عليكم، ان شاء الله في فيديو جاي في يعني مبادره كده، وفي فيديو للقنبله الموقوته الموجوده في النادي الاهلي. خليكم معانا، وكان معاكم احمد زيكو على قناتنا وقناتكم ابطال وبطولات. لو حضرتك مش مشترك اشترك معانا وفعل زر الجرس، وان شاء الله تجد كل جديد وفريد. السلام عليكم.